أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين وإلى جميع الأولياء والشهداء والعلماء والفقهاء والصالحين وآل كل وأصحاب كل وأتباع كل وإلى أرواح أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين لهم الفاتحة. وخصوصا إلى روح سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأصوله وفروعه ومشايخه وآل بيته لهم الفاتحة. وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا وشيخ مشايخنا خصوصا شيخنا الشيخ جوهر عمر وخصوصا شيخ عبد الحنان معصوم وخصوصا شيخ علي خزن وخصوصا شيخ فتح الرحمن وصاحب إجازة هذا المناقب ونشر لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. عليهم ولا الضالين. وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات خصوصا جميع حاجاتنا. Monggo nipun sareng-sareng hajatipun wonten manah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. أو صاحب الحاجة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله على محمد 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 صلى الله على محمد
محمد صلى الله على 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 محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وفضل العلماء بإقامة حجج الدين وأكرم الأولياء بدور الكرامة الخوارق الذي هي من معجزات سيد المرسلين وخص من شاء من أسباب التي بالركن إلى درجة العارفين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سالكين على منهج القويم أما بعد فهذه رمنة من مناكب القطب الرباني والغوث الصمداني سلطان الأولياء العارفين المقربين وإمام العلماء السالكين الصخين السيد الشريف الحسيب النسيب سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة.
بلغه الله تعالى بدهر نبي المقام على جواهر الأمان والأماني إن دخلتم مما شربتم من أسرار أنوار البقرة ومن كلام العلماء شرد رغبة في المشي منكب الأخيار وانتقال دوام نعمة أدام رحمة رزق البركات الجزار إذ بذكرهم تفتح أبواب السماوات العليا وتنزل رحمة والبركات والفيوضات الإلهية وسميته جواهر المعاني في ذكر نمنة من مناكب القطب الرباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. فأقول والشيخ الإمام العظيم مخرج الأولياء المعظم وبرهان الأصفياء المكرم شيخ الثقلين ناصر حضرة الملك العنام ذو المقام العلى القطب الرباني والنور السادع برهاني والهيكل الصمداني والغوث النوراني وهو أبو محمد المحيي بن عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. الحسني حسين صديقي بن أبي صالح الجامعي دوسات ابن الإمام عبد الله ابن الإمام يحيى زاهي ابن الإمام محمد ابن الإمام داود ابن الإمام موسى ابن الإمام عبد الله ابن الإمام أسامة جوني ابن الإمام عبد الله محمد بن الإمام موسى ابن الإمام المؤمنين سيدنا حسن السبط ابن الإمام وما أسد الله الغالب فخر بن غالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وابن فاطمة الزهراء البتول بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول. الفاتحة. وأما أمه رضي الله عنها فهي شريفة فات من دم الله زي بن محمد ابن محمود بن ضاي بن عبد الله كمال الدين عيسى بن محمد جواد بن جمال الرضا ابن الإمام سلقاط بن الإمام جعفر الصادق ابن الإمام محمد باقر ابن الإمام زين العابدين السيد الشهداء سيد الحسين سيد علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وابن فاطمة الزهراء البتول بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولد رضي الله عنه بجيلان وهي بلاد متفرقة من وراء قبرستان في الليلة الأولى من رمضان سنة 47 من هجرة السيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وظهرت عليه خوارق العادة في طفوليته أنه ينطق من الرضاعة في نهار رمضان عناية من الله تعالى به. ولما ترعى شمر ساعة الجد واجتهاد في تفصيل جميع العلوم وتفقى بأبي الوفاء عن ابن عقيل وأبي الحطاب الكرواد المفروض أحمد الجليل وأبي الحسين محمد بن القاضي أبي يعلى وقرأ الأدب على أبي زكريا بن علي التبريزي وأخذ علم الطريقة عن العارف بالله الشيخ عبد الخير حماد بن مسلم الدباس ولبس مية القاضي بالسعود المبارك خلقة الشريفة الصوفية وتأتى بآدابه الوفية
ولم يزل ملحوظا بالعناية الربانية متمسك بالكتاب والسنة. وكان رضي الله يقول: لا يسرق لمتذكر تعالى إلا المطهرون من رجس الزلات، ولا ينبغي لفقير أن يتصدى وتصدى الرشاد الناس إلا أعطى الله علم العلماء وسياسة الملوك وحكمة الحكماء. وإياكم أن تحبوا وأخذ أن تكرهوا إلا بعد عقل أفعال الكتاب والسنة، كي لا تحبوا بالهوى وتبغضوا بالهوى. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه ومدنا بالأسرار التي أولدها لديه. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان رضي الله عنه يقول: لما عرج بحبيب صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج استقبل الله أرواح الأنبياء والأولياء من مقامات لأجل زيارته. فلما قرب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى العرش المجيد رآه عظيما رفيعا لابد أن يصعد إليه من سلم ومرقان، فنزل الله إليه روح فوضع في موضع المرقان. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع قدمي على رقبتي سأل الله تعالى عني فالهمه هذا ولدك من نسل الحسن بن علي واسمه عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. لولا أني ختمت النبوة بك لكان وهلا لها بعد، فشكر الله تعالى عليه وقال لجد صلى الله عليه وسلم: يا بني توبى لك رأيتني وجدني نعمتي، ثم توبى لمن رأك رأى من رأك رأى من رأى من رأك إلى 27. وجعلتك وزيري في الدنيا والآخرة، ووضعت قدمي هذه على رقبتك وقدمك على رقاب جميع الأولياء بلا تفاخر ولا مماهة، ولا كانت النبوة بعدي لن انتهى ولا نبي بعدي. اللهم انصر نفحات الرضوان عليك ومدنا بالأسرار التي أودعتها لي. بسم الله الرحمن الرحيم. وضار على يدي رضي الله عن كرامة كثيرة، ويستغاث بسر وجار في حياته وبعد وفاته وتدعو من جد صلى الله عليه وسلم. ومر غاط يومه بمحلة براء مسلما ونصرانيا يتجادلان، فسرغط عن مجادلهما، فقال المسلم يقول هذا العيسوي: إن عيسى عليه السلام أفضل من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول: بل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل. فقال الغوط للنصراني: بأين دليل بفضيلة عيسى عليه السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال العيساوي: إن عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى. فقال الغوث: إني لست بنبي بل من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. إن أحييت ميتا أؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال العيساوي: نعم. فقال الغوث: أني قبرا دنس ميما من فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فرأوا قبرا نتيقا. فقال الغوث العيساوي: إن عيسى السلام بأين كان من الخضر بين إحيائه. فقال العيساوي في جوابه: كان يخدم بقولكم من الله تعالى. فقال الغوث: إن صاحب هذا القبر كان مغنيا في الدنيا
إن أردت أن يوم غنيا وغناب إنك فقال نعم فتواجرت إلى القبر وقال قم بإني بشر القبر وقال مجد حيا مغنيا فلما رأى النصراني هذه القرابة فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أسلم على يد الغاضي عظم رضي الله عنه وعنا ببركاته ومدنا بأسراره في الدنيا والآخرة آمين. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه ومدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان رضي الله عنه يلبس لباس العلماء وتطيل الأسوى البس الرفيع ويركب البغرة وترفع بين يديه غاشيا وتكلم على كرسي عال وكان في كلامه سرعة وجهل وإذا رأى ذو قلب القاسي خشع وإذا رأيته فقد رأيت الناس كلهم وإذا مروا على الجامع يوم الجمعة وقف الناس في الأسواق يسألون الله به خوائجهم وكان له صيت وسمت حسن رضي الله عنه وأنزاه رضي الله عنه جمع من الرافضة بكفتين وخيطتين مخدومتين وقالوا له قل لنا ما في هاتين الكفتين فنزل الكرسي ووضع يده على إحداهما وقال في هذه صبي مقعد وأمر له عبد الرزاق فالقها ولخا فإذا فيها صبي وقد فانصر بيده وقال له كف فقام يعد ثم وضع يده الأخرى وقال في هذه صبي لا عاهة به وأمر بفرقها فوضعها وإذا فيها صبي فقام يمشي فأمسك بناصيته وقال له عقف عقد فتابوا عن الرغم على يديه رضي الله عنه. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه ومدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان رضي الله عنه لا يعظم الأغنياء ولا يكون لأحد من الأمراء ولا أركان الدولة وكان رضي الله عنه كثيرا يمشي في الهواء على رؤوس الأشهد في مجلسه رضي الله عنه وجاءت سمرة إلى الشيخ عبد القادر رضي الله عنه بولدها وقالت له إن ابني هذا الشديد تعلق بك فقبله الشيخ بمر المجاد والسروج طريق السلف فرأت يوما نحيل مصفرا من أتان الجوع والسهل وتويك خبز الشعير فدخلت على الشيخ وجد بين يدينا في ضم دجاجة مسلوقة فقالت يا شيخ يأخذ يأكل دجاج ويأكل خبز الشعير فوضع الشيخ يده على تلك العظام وقال لا قومي بإذن الله تعالى الذي يحيي العظام وهي رميم فقامت دجاجة فصاحت لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شيخ عبد القادر ولي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شيخ عبد القادر ولي الله لا إله إلا الله
رسول الله شيخ عبد القادر ولي الله رضي الله عنه. الفاتحة. فقال لها الشيخ إذا صار ابنك هكذا فليكن ما شاء. ومرت على مجلسه رضي الله عنه حداته طائرة في يوم شديد الريح فصاحت فشوزت على الحاضرين. فقال الشيخ يا ريح لرساد الحداد وقد أسفل وقتها مقطوعة الرأس. فنزل عن الكرسي وخذا في يدي ومر الأخرى وقال بسم الله الرحمن الرحيم. فحيت وطارت سوية بإذن الله تعالى والناس يشاهدون ذلك. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه ومدنا بالأسرار التي أودعتها لديك. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان رضي الله عنه نحيف البدن مرموع القام ذير الصدر عريض اللحية والأسمر المقرون الحاجبين مجاب الدعوات ذا صوت جوهر وسن بين وقدر علي وعلم رفيع رضي الله عنه. وكان طريق رضي الله عنه اتحاد القول والفعل واتحاد النفس والقلب ومعانقة الأخلاق وتسليم ونكيم الكتاب والسنة في كل خاطر ونقض ونفس وارد وحال وثبت مع الله عز وجل. وكان النبي غالب وذكر مقدم النوم مفلوج فجاء به إلى الشيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. فقال له الشيخ قم بإذن الله تعالى في نسب عدو وهو بسر الأبيعات فضج الحاضرون وراحت امرأة أصنام من غار جمع حاجة لها فعلم ريحها ورجل بصق وراح وراءها وراد أن يلوث بين اسمد ولم يجد خلاص ملجأ فنادت يا شيخ عبد القادر أغثني أغثني أغثني. إذ نزل برأس ذلك الرجل الفاسق قبل وصينا مرادي من عنان من الخشب من الظلم من حتى مات. ولقد رأيت الشيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. يتصرف في قبري ونصر في حياة رضي الله عنه وأنا برضاه الرفيع ومدنا بمدده الوسيع. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه ومدنا بالأسرار التي أودعتها لديك. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان رضي الله عنه السريع الدم شديد الخشية كثيرة البدع الكريم الأخلاق طيب الأعراق أبعد الناس عن الفحش وقربهم إلى الحق شديد البأس إذ طلقت محارم الله عز وجل لا يغضب لنفسه ولا يعصي لغير ربه ولا يرد سائلا ولا بأحد التوبة. وكان التوفيق رائدا والتأييد معاذدا والعلم مؤذبا والكل مؤديا والمخاطرة كنزه والمعرفة خدمة والخطا والسر والعقد سفيرا والأنس نديما والبشيمة والصدق راية والفرق بضاعة والحلم صناعة والذكر وزيره والفكر سميرا والمكاشفة غداء
والمشاهدة شفاء وآداب الشريعة ظاهر وأوصاف الخلق النصائر رضي الله عنه. وكان رضي الله عنه يقول: ما من مسلم يمر على باب رصة لضامية إلا كفر الله عنه عذاب يوم القيامة. وكان مريده ومحبه رضي الله عنهم السعداء في الدنيا والآخرة. لا يموت أحدهم إلا على توبة صادقة ولا يخرج من الدنيا إلا على ثبوت الإيمان والإسلام ولا يعيش إلا على تمام النعمة والرضوان. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه ومتنا بالأسرار التي أودعتها لديه. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان رضي الله عنه يقول وهو من باب التحدث بالنعم لقوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. كل ولي على قدم نبي وعلى قدم جد صلى الله عليه وسلم. وما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه إلا وضعت قدمي في الموضع الذي رفع قدمه منه إلا أن يكون قدما من أقدام النبوة، فإنه لا سبيل لا ينال غير نبي. وكان رضي الله عنه يقول: الإنس لهم مشايخ والجن لهم مشايخ والملائكة لهم مشايخ وأنا شيخ كل. وعزة ربي لا تزل يدي على رأس المريد يا محبين، ولم يكشف أوراض في المشي وأنا في المغرب مدد يدي إليه. وأنا لكل من أسلم في جميع السامي يا مريد يا محبي إلى يوم القيامة. أخذ بيدي كل ما أسرس وميتا، في نفس مصر وسيفي مشهور ورمحي منصوب وقوسي موتور ونبال مفوقة وسام صائبة لحفظي ومريد وهو غافل. أنا نور الله الموقد، أنا سلام الأحوال، أنا محروم بلا ساحل، أنا دني الوقت، أنا المتكلم في غيري، أنا المحفوظ، أنا الملحوظ، أنا المحفوظ. يا صوام يا كواب، يا للجبال تقدد جبالكم، يا للصوام لمن صواميكم. أقبلوا إلى من الله، يا رجال يا بطال يا بدان، يا ضفان والأم إلي وخضوان المهد الذي لا ساحل لك. يا عزيز أنت واحد في السماء والأرض، أنت الكبير الجبار المتكبر، وأنا الحقير فقير الذليل لا إله إلا أنت. وعزة ربي إن السعداء والأشقياء يرضون ويوقفون لديه. وإن نور عيني في المحفوظ مقيم، أنا غائض في مهان علم القديم، أنا حجة الله عليكم يوم الأرض، أنا نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووارثه. بل يسر نسلم عليه وتخبرني بما يجري فيها. وكذا الشهر وكذا الأسبوع وكذا اليوم. وكان رضي الله عنه يقول: ومن استغاث في كربة كشفت عد، ومن ناداني في شدة فرجت عد، ومن توسل في حاجة قضيت حاجته. فإذا سألتم الله تعالى فاسألوا به. رضي الله عنه. الفاتحة. وفضائله رضي الله عنه كثيرا، وأحوال والظلم من شوس ظهيرا، وكل وقفه في لدى بالعقول السليمة. وكانت وفاته دمت علينا بركاته في ليلة الجمعة 11 من شهر الربيع الثاني سنة 61 و500
وعمره 91 سنة ودفن ببغداد وقبره غير يزار ويقصد من سائر الأقطار رضي الله عنه ونفعنا به أجمعين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم انشر نفحات الرضوان عليه ومدنا بالأسرار التي أودعتها إليه. وحيث انتهى ما أردناه وما اهتممنا به وتم ما قرأناه وقصدناه فلنرفع إلى الله العزيز العليم ونتشفع بسيد المرسلين وبأهل بيته الطاهرين ونتوسل بسيد سلطان الأولياء العارفين وبآل بيت الأخيار المرزوقين فنقول اللهم إنا نتشفع إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك بأنفاس هذا العارف الأكبر صاحب المناقب الأشر والسر الأطهر وبالسالكين على منهاجه الأنور والمترفين من بحار علمه الأطهر وفيد معارف الأشر أن تمدنا بطيب أنفاسهم وتدنيننا من ثمار راسهم يا أيتها الأرواح المقدسة يا ختم يا قدم يا إماما يا أوتاد يا أبدال يا رقباء يا نجباء يا نقباء آمين يا أهل الغيرة يا أهل الأحلاق يا أهل السلامة يا أهل العلم يا أهل البسط يا أهل الجنان والعطف يا للضيفان يا يشر الجميع الأنفاس يا للغيب منكم يا والشهادة يا أهل القوة والعزم يا للغيبة والجلال يا أهل الفتح يا أهل معارج العلا يا أهل الإمداد يا أهل البدلاء يا أهل الجهاد الست يا أحباب أيها الأرواح الطاهرة من رجال الغيب والشهادة كونوا عونا لنا في نجاح الطلبات كونوا عونا لنا في نجاح الطلبات وتيسير المرادات وإنهاض العزمات وتأمين الروعات وستر العورات وقضاء الديون وتحقيق الظنون وإزالة الحجب والغياهب وتحقيق الظنون وإزالة الحجب الغياهب وحسن الخاتم والعواقب وحسن الخاتم والعواقب وحسن الخاتم والعواقب وكشف الكروب وغفران الذنوب بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله رجال الله أغيثوا
أجل الله وكونوا عوننا لله عسى نرضى بفضل الله عسى نرضى بفضل الله لك في صلاة الله على شفيع سلام الله محيي الدين خالصنا من البلوى يا الله من البلوى يا الله ويا خطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب ويا خطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانشروا لله وذلك في صلاة الله على شفيع سلام الله محيي الدين خالصنا من البلوى يا الله من البلوى
محيي الدين خلصنا من البلوى يا الله من البلوى يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك يا الله ونتشفع إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ونتوسل إليك بوليك الشيخ عبد القادر الجيلاني يا شيخ الثقلين يا قلب الرباني يا غوث الصمداني يا محي الدين يا أبا محمد يا سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني إنا نتوسل بك إلى ربك في قضاء حاجاتنا هذه. آمين يا الله. آمين يا الله. يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة يطمئن بها قلبنا وتربع بها علومنا وتقضي بها حوائجنا وترفع بها درجاتنا وتهدي بها قومنا وتخلص بها قلبنا وتلهمنا بها علوم اللدن وتكرمنا بها بالسعادة والكرامة مع ذريتنا وتكثر بها أموالنا وأصحابنا وتلميذنا وأتباعنا وأضيافنا وترزقنا اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وعمدت وأحييت إلى يوم تخشر فيه الخلائق أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام تبلغنا يا الله بها حج بيتك الحرام صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في لطف وعافية وسلامة وبلوغ المرام في لطف وعافية وسلامة وبلوغ المرام في لطف وعافية وسلامة وبلوغ المرام
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اختم لنا منك بالخير، واختم لنا بالسلامة، واختم لنا بالسعادة، واختم لنا بالعبادة، واختم لنا بالاستقامة، واختم لنا يا الله بالإسلام والإيمان، واختم لنا بحسن الخاتمة يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها بحسن الخاتمة، ولا تختم لنا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة، وآله وصحبه ذوي السيادة، وسيدنا بالعباس الخادر بل يا ابن ملكا عليه السلام ذي الاستقامة، وسيدنا الغيث الأعظم شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ذي الكرامة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الأسرار الفاتحة.